المقامة بين منتخب الكويت الوطني إلى الخليج العربي، إلى المملكة العربية السعودية، إلى دولة الإمارات العربية، إلى الجمهورية العراقية، إلى دولة قطر، إلى دولة الكويت. تحية إذاعات الدول العربية لكم من موسكو. خالد الحربان يحييكم لأصف لكم هذه المباراة. اللقاء اليوم بين منتخب الكويت الوطني اللي وصل فعلا لدور الثمانية، ومع ايضا دور الثمانية الفريق العراقي، الفريق الجزائري، وفريق الكويت وصل فعلا بجدارة وقدر انه يحقق فعلا ويوصل ضمن مجموعة صعبة جدا كانت بتضم نيجيريا وكولومبيا، وقدر فريق منتخب الكويت الوطني ايضا ان يحقق هذا الشيء ويوصل لدور الثمانية. واعتبار اليوم منتخب الكويت الوطني يلعب في هذه المباراة بيمثل منتخب الكويت الوطني في حراسة المرمى اليوم احمد الطرابلسي في حراس المرمى. في خط الدفاع بيلعب نعيم سعد وجمال يعقوب، محبوب جمعة، وليد الجاسم. في النص بيلعب حمود فليطح وسعد الحوطي وحمد بوحمد. في خط الهجوم فيصل الدخيل، جاسم يعقوب، فتحي كميل. اما فريق تشيكوسلوفاكيا، شلون تشيكوسلوفاكيا؟ الاتحاد السوفيتي وهو اول مجموعه الاولى، والبلد طبعا المضيف والبلد اللي منظم بمثله. في حراس المرمى داريف رينات، في خط الدفاع تنكيز، فاجيز، اوليك، ريفا. وفي خط النص بيلعب فلاديمير وفايدور وسيرجي جافلو وسيرجي اندريف ويوري، وبيلعب ايضا فاليري. جمهور حكى المباراة من المكسيك ريبيو فاكس من المكسيك بساعدة من فرنسا، وبدت المباراة. واضح منتخب الكويت الوطني الأزرق، كرة مع فتحي كميل، وأيضا مساعد الحكم من فرنسا فيرار، وماتسون أندرس من فنلندا. كرة في نص الملعب توصل إلى الفريق الاتحاد السوفيتي، الفريق الروسي بيلعبها عطلة تنكيز كرة معاه بيلعبها في نص الملعب مرة ثانية، وكرة بيحصلها وبيلعبها بيقطعها دفاع منتخب الكويت الوطني. دخيل الحوطي لحمد، اقرب لها اللاعب الاتحاد السوفيتي اللي هو فايدور. تطلع الكرة من التماس، وليد الجاسم، سعد الحوطي، كرة مع وليد الجاسم. وليد بيلعبها قدام لسعد الحوطي بعد ما لعبها، لكن بتروح الكرة عند في فاول لمنتخب الكويت الوطني. بداية المباراة وليد الجاسم، جمال يعقوب، وليد الجاسم، توصل إلى جمال، نعيم سعد، كرة مع نعيم وداخل مع ريفار. تطلع الكرة رمي التماس للفريق الروسي. لعبت كرة في نص الملعب مع الفريق الروسي عند اللاعب فلاديمير، ينقلها يقطعها نعيم سعد، توصل إلى حمود فليطح. كرة مع فليطح بيلعبها للدخيل، بيلعبها لفتحي كميل، بيعدي من 8 فلاديمير. كرة مع فتحي للدخيل، يلعبها لنعيم بيلعبها مرة ثانية، توصل إلى محبوب ينقلها ناحية الشمال لوليد الجاسم. في دور الثمانية بمنتخب الكويت والاتحاد السوفيتي. كرة مع الحوطي بينقلها للدخيل، لكن داخل المدافع وبيطلعها من برا الملعب اوت، اللي هو رقم 3 ألكسندر. اللعب يبعدها محبوب، توصل في نص الملعب ياخذها نعيم سعد، طويلة بيلعبها على طول ناحية فيصل الدخيل، أقرب لها ألكسندر. تطلع الكرة برا الملعب أو رمي التماس. لعبة رمي التماس توصل عند فاجيز
بيلعبها بداية الشوط الأولاني أول دقيقتين كرة ملعوبة وتوصل جهة اليمين وبيحصلها بايدور بينقلها ويلعبها على طول يقطعها محبوب توصل لحمد أبو حمد. منظرهم حلو الأولاد وبيلعبوا الكرة حلوة لحد الآن ما في رهبة وشباب والدخيل بيلعبها انما توصل الكرة إلى فريق الاتحاد السوفيتي بياخذها تنكيز بيلعبها ومشترك معاه ترجع إلى تنكيز بينقلها على طول إلى ألكسندر يلعبها ناحية 4 اللي بيلعبها اللي هو فاجيز تطلع الكرة برا الملعب. أوت. حكى المباراة من المكسيك روبيو فاكس ساعدة من فرنسا وفنلندا ولعبت فريق الاتحاد السوفيتي كرة بياخذ لعبها فاجيز يلعبها ناحية الشمال لكن نعيم سعد بيخطفها يطلع كورنر. أنا شايف الحقيقة الجمهور وشايف أيضا شيخ فهد رئيس وفد الكويت أيضا وشايف الإداريين شايف الجمهور اللي ما يتعدى بين 100-110 أشخاص من الكويت اللي جايين وموجودين شايفوا الملعب ولعبة الكورنر تلعب لكن تطلع الكرة وين تروح الكرة ما يحصلها لا تطلع الكرة برا الملعب أوت. مثل ما انتم عارفين يعني منتخب الكويت الوطني يعني لو يرجع إلى تعداد السكان في الاتحاد السوفيتي 260 مليون عدد السكان. عدد اللاعبين في الاتحاد السوفيتي 11 مليون لاعب يعني عشان نطلع 11 لو من كل مليون واحد يطلع لاعبين في الاتحاد السجلي في الكويت 380 لاعب في الاتحاد رسميا عدد سكان الكويت 1 مليون واحد. فطبعا في فارق لما تطلع من 260 مليون من 11 مليون لاعب اعتقد هذه بتكون فرصه لكن شباب كانوا ايضا بيغدون كره حلوه ولحد الان ومضى حوالي 5 دقائق و0-0 كره مع وليد بيلعبها جمالي بيلعبها الى فليطح بينقلها للدخيل يلعبها لفليطح مره ثانيه فليطح بيلعبها حلوه ناحيه اليمين تضرب في توصل عند فتحي وسعد الحوطي بيحصلها سعد كره معه ولعب الجاسم عملنا ما يلعبها بينيه ما تكون بيطل الدخيل توصل مره ثانيه وتلعب في نص الملعب توصل الى 9 اللي هو ماخذها وماشي وهجمه الفريق الاتحاد السوفيتي كره بلعبه 9 يقطعها محبوب ترجع مره ثانيه وتوصل اللعب تنقطع وتوصل في نص الملعب اللي هو يوري بتروح منه وبشوت تروح الكره شات اللاعب فلاديمير بشوت تروح الكره برا الملعب. 7 دقائق تقريبا مضى من زمن الشوط الاولاني ولحد الان في دور الثمانيه يلعب بطريقه خروج المغلوب يعني تعادل ماكو حصل تعادل وقت اضافي وضربه جزاء تلعب كره في نص الملعب جهه اليمين توصل مره ثانيه تلعب يعدي بيحاول يمر تلعب تاخذ خطره وبيصلحها وبشوت فوق شوت ادري فيكم كل واحد بيحط ايده على قلبه خصوصا لما يجي بيحاول يرجعها بالبطيء الظاهر ما هو قادر